هل كلامنا لأولادنا بيفرق في سلوكياتهم وفي نظرتهم لنفسهم؟ تعالوا نعرف ده مع بعض. أولاً طبعاً في تربية الأبناء ليه أنواع كتير قوي. التربية السلطوية إن أنا طول الوقت بخلي ابني شبهي أكتر، مش بديله مساحة. التربية التانية التربية غير المشتملة، إن أنا أصلاً مش ببقى جزء من التربية دي، أنا طول الوقت أنا قاعد بتفرج ساعة على التلفزيون. التربية التالتة إن أنا بدي لابني مساحة اكتر في ان هو يعبر عن نفسه، بديله مساحه اكتر ان هو يبدع، بكون داعم ليه اكتر. وفي التربيه السماحيه ان انا طول الوقت بديله مساحه ان هو يعمل اللي هو عايزه، ما بقولوش لا خالص، فبفضل طول عمره طفل او بيتدلع يعني. طبعا الاب والام لازم يكون في حاجات مشتركه، عارفين ازاي يتعاملوا فيها مع الابناء. لو حاسس ان انت محتاج ان انت تربي ابنك بشكل متوازن، احنا ان شاء الله نقدر نساعدك. حاجه كمان، طبعا الكلام الايجابي للطفل او الابن يخليه عنده ثقه بنفسه، يخليه اكتر يقدر ان هو يبقى منتج اكتر في مجتمعه، يخليه كمان ان هو اقل عرضه للامراض النفسيه. كمان بيخلي سلوكياته لحد ما منضبطه. يعني لو حاسس ان انت مش قادر تربي ابنك بشكل مظبوط، وحاسس ان انت محتاج ان احنا يعني مساعده، احنا تحت امرك، ونشوفكم ان شاء الله في موضوعات جديده في كلينيدو.